والحقيقه ان كمان في الوقت ده كان في سيكولوجيه بتلعب، غير ان حد يلبس لبس جديد فيبقى فرحان، كان في سيكولوجيه اسمها سيكولوجيه الالوان. ساعتها كان ليها دور كبير جدا، مش بس ان هي تدخل سرور وبهجه، لا، في الوقت ده الناس قدرت تفهم ان ازاي من خلال لبس حد لابسه، خصوصا لو شخصيه عامه، ان هو يوصل رسائل سياسيه، مش بس رسائل نفسيه للناس والشعوب. كان ساعتها الابيض بيرمز للنقاء، ان لو حد طل في العيد بثوب ابيض ده كده معناه ان هو نقي، مفيش اي نقدر نقول حاجه في دماغه سياسيه، ومش ناوي على اي حاجه في الفتره القادمه. بالنسبه للاخضر ده كان بيثبت الهويه، قد ايه الشخص ده هو منتمي جدا لهويته، وده في الوقت ده كان بيعبر كمان ان لو حد لابس حاجه باللون الاخضر ان هو عنده انتماء شديد جدا ببلده. اما لو حد طال بالاحمر فده كان للنخبه، نقدر نقول عاليه شويه او راقيه شويه، ولان الاحمر بالوانه من اول الاحمر الفاتح لحد الاحمر الداكن which they call burgundy، ده كان بيعبر عن الطبقه الارستقراطيه في الوقت ده. فلو حد حب يطل بالاحمر، خصوصا لو كان احمر غامق، ده كان بيبين قد ايه هو حد ذو قيمه عاليه في المجتمع، وده كان بيمباكت برضو الشخصيه دي سياسيا واجتماعيا.